بعد رحلة دراسية ملأها الكثير من الذكريات، ها هي خضر إيدو تتخرج في قسم إدارة الكوارث والطوارئ من كلية أردوغان للعلوم الصحية في مقديشو، آملة أخذ نصيب من إدارة الأزمات والطوارئ في البلاد. سعيدة جدا بالتخرج من قسم إدارة الكوارث والطوارئ، وأشكر كلية أردوغان للعلوم الصحية إدارة وأساتذة الذين ربونا بأحسن تربية، وكلنا أمل أن نخدم بلادنا بإخلاص وأمانة ووطنية كما تعلمنا خلال السنوات ال5 الماضية. وبحضور وزير الصحة الصومالي ووزارة التربية والتعليم وممثلين من الوكالات التركية في مقديشو، احتفلت كلية أردوغان للعلوم الصحية فرع جامعة العلوم الصحية في تركيا بتخريج أول دفعة لها لإدارة الكوارث والطوارئ في عموم الصومال. دفعة بحسب وزير الصحة ستساعد في تخفيف آثار الكوارث التي تتكرر في الصومال. من المؤكد أن هذه الدفعة ستكون لبنة قوية لإدارة الأزمات والكوارث في الصومال. نشكر الدولة التركية التي وقفت بجانب الصومال في مجالات الصحة والتعليم والاقتصاد وبناء قدرات الجيش الصومالي، ولن ينسى الشعب الصومالي تضامن تركيا في حين أدار القريب والبعيد ظهره للصومال. تأسست كلية أردوغان للعلوم الصحية عام 2016 فرعاً لجامعة العلوم الصحية في تركيا بهدف تشجيع تخصصات نادرة في الصومال مثل إدارة الكوارث والإسعافات الأولية، وخرجت أول دفعة لإدارة الكوارث والقبالة ب85 طالباً. نحن في حفل تخرج جامعة العلوم الصحية في الصومال التي تحمل اسم رجب طيب أردوغان. لدينا ما يقرب من 700 طالب في هذه الجامعة التي أسست عام 2016، وقد تخرج فيها 3 دفعات من تخصصات مهنية عالية المستوى. اليوم تخرجت أول دفعة في مجالات التمريض والقبالة والإسعافات الأولية وإدارة الكوارث. نسعى لخدمة الشعب الصومالي من خلال التعليم الصحي باستخدام خبرات الجمهورية التركية. نعمل هنا منذ 6 سنوات بناء على تعليمات رئيسنا الموقر رجب طيب أردوغان. وبحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال، فإن الكوادر المدربة لإدارة الكوارث في البلاد لا تتجاوز 1% فقط، ما يجعل الحاجة ملحة في زيادة الوعي بهذه التخصصات في ظل تكرار الكوارث والأزمات في البلاد. أول دفعة تتخرج في قسم إدارة الكوارث والإسعافات الأولية في كلية أردوغان للعلوم الصحية في مقديشو، دفعة يعول عليها الكثير من الصوماليين في الحد من آثار ما تخلفه الكوارث التي تحصد آلاف الأرواح سنويا في هذا البلد. أويس حسين، TRT عربي، مقديشو.